في ناس بتقولك احلمي براحتك، بس عمرك سألتي نفسك ازاي الحلم ده يتحقق فعلا؟ يمكن حلمك كبير لدرجة انك بقيتي خايفة منه، بس الحقيقة مفيش حلم مستحيل، في بس خطوات لسه ما بدأتيهاش. الفيديو ده هيفتح لك الطريق خطوة بخطوة علشان تحققي حلمك بإيدك مش بالصدفة. أهلا بيكي في قناة بديفا، المكان اللي بنحكي فيه عن كل ست قررت تبدأ من جديد وتبني حياة تشبهها فعلا، مش حياة مفروضة عليها. لو نفسك تحققي هدفك، تتغلبي على الخوف وتعيشي حياة فيها معنى، فالفيديو ده ليكي. الخطوة الأولى، كوني محددة بشأن حلمك. أكتر غلطة بنعملها إننا بنقول نفسي أبقى ناجحة من غير ما نحدد يعني إيه ناجحة. اكتبي حلمك بوضوح. اكتبي نفسي أفتح براند ملابس، نفسي أشتغل كفريلانسر، نفسي أعيش حياة هادية مع أولادي. كل حلم له شكل، اكتبيه كأنه اتفاق بينك وبين نفسك. اعملي دفتر الأحلام واكتبي فيه كل فكرة مهما كانت صغيرة. أما بقى الخطوة التانية فهي حولي حلمك لرغبة حقيقية. الرغبة هي أول شرارة، مش مجرد كلام لكن إحساس بيقولك أنا فعلا عايزة أعمل ده. مثلا بدل ما تقولي نفسي أخس، قولي أنا هبدأ أتحرك كل يوم 10 دقايق. بدل ما تقولي نفسي أعيش في سلام، قولي أنا هبعد عن كل علاقة بتستهلكني. لما الحلم يتحول لرغبة، الرغبة هتتحول لفعل. الخطوة الثالثة، حولي الرغبة لهدف واضح. الرغبة لوحدها مش كفاية، محتاجة خطة زمنية. قولي مثلا هبدأ أتعلم التصميم خلال 30 يوم. حددي وقت وحددي رقم وحددي نتيجة، زي ما بتكتبي مهمة في النوتة بتاعتك، بس المرة دي المهمة تخص مستقبلي. الخطوة الرابعة وهي حط خطة لتحقيق هدفك. هنا بتبدأ الجدية، اعملي خطة أسبوعية حتى لو بسيطة. مثلا الأسبوع الأول هتعلم الأساسيات، أما الأسبوع التاني هطبق اللي اتعلمته، الأسبوع التالت هعمل أول مشروع. الخطة مش لازم تكون كاملة، المهم تكون مستمرة. الخطوة الخامسة وهي ابدأي التنفيذ فورا. في جملة بحبها قوي بتقول اللي بيستنى الكمال عمره ما هيبدأ. ابدأي باللي عندك، هاتي ورقة اكتبي أول خطوة وخديها فورا، حتى لو خطوة صغيرة زي البحث عن كورس معين أو كتابة أول بوست على صفحتك. النجاح مش محتاج إذن، النجاح محتاج حركة. الخطوة السادسة، راجعي تقدمك بانتظام. كل اسبوع اسألي نفسك وصلت لفين، ايه اللي محتاج اغيره، ولسه الحلم ده بيشعل حماسي. اعملي تقييم بسيط لنفسك زي مراجعة شهرية لحلمك، ولو لقيتي نفسك بتتراجعي ارجعي خطوة وابدأي من جديد. اهم حاجة ما توقفيش. خلاصة الكلام، الحلم مش صدفة، ده قرار انك تختاري نفسك وتشتغلي عليها وتكملي حتى لو الطريق تعبك. افتكري دايما الحياة مش بتدي فرصة، هي بتدي اختبار، واللي بيكمل هو اللي بينجح. احنا معاكم من قناة بديفا. لو الفيديو ده شجعك ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس واكتبيلي في الكومنتات ايه الحلم اللي نفسك تحققيه السنة دي، علشان الفيديو الجاي هيكون عن اكتر الاخطاء اللي بتضيع حلمك من غير ما تحسي. خليكي متابعة معايا وابدأي من النهاردة.